ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انتوا عارفين النهارده افلام الحمايه بقت حاجه اساسيه جدا، يعني اللي بيجيب عربيه بيأمن عليها وبيركب فيلم حمايه. تعالوا نتكلم مع الخبير نفسه. ازيك يا بيه؟ عامل ايه؟ حبيبي ازيك انا كده عامل ايه؟ كله اشرح لنا بخير؟ بقى. بص يا حبيبي، هو دلوقتي طبعا فيلم الحمايه بقى بند اساسي في العربيه. امم يعني عامل زي التامين، عامل زي حاجه قطعه بقت اساسيه في العربيه. من الاخر جزء من ده الميزانيه. ده اساسي، ده اساسي. دلوقتي العربيه بدون فيلم حمايه، اه بص، قيمه العربيه بتنزل كتير. صح. فطبعا فيلم الحمايه بقى من الاخر كده بالمعنى البلدي عامل زي سكينه الموبايل. اه طول ما السكينه على الشاشه، خلاص الشاشه جديده اتشالت خلاص باظت. ده حقيقي، انت فاهمني؟ بالظبط. عشان كده انت بتحافظ على قيمه وجوده العربيه لمده 5-6 سنين قدام. صح. انت فاهمني؟ ويعني عمر العربيه، وانت لو عمرك قلقت يقول لك اصل يعني كميه كنت بتكلم من فتره مع ناس ازاي احنا شويه الطبيعه بتاع شوارعنا خشنه، يعني فيها تراب ده حقيقي. وزلط ده وحاجات حقيقي. غير الناس طبعا اللي عندها المصاريف شغاله. زياده، عدد مسامير في ايدها زياده ده وماشيه حقيقي. ده حقيقي. بتلوش. فيلم الحمايه بيشيل كله. بص طبعا هو الفيلم طبعا هو ماتيريال بيتحط على العربيه، تمام. بيحافظ على قيمه وجوده العربيه زي ما احنا قلنا. وطبعا بيحافظ على العربيه من الخرابيش، من الاصفرار، طبعا الكلام ده كله. فطبعا لا، وجود الفيلم دلوقتي في العربيه بقى حاجه اساسيه، وبقى العميل عنده خلفيه بالحته دي. صح. بتهيألي يعني الوعي يعني زاد انت جدا. جدا. يعني انت النهارده العميل بيجيب العربيه زيرو، اول حاجه بيعملها بيحطها على الونش، يجيبها لعبده لميل لاي حد. ده اساسي. انا عملت كده واعتقد بالظبط. انت عملت كده يعني. بالظبط. من قبل ما ارخص ولا اعمل حاجه كنت مأمن قبل ما ده قبل حقيقي. ما تترخص. ده حقيقي. وكنت ناقلها على winch حاططها في البروتكشن عشان تطلع على يعني انا هقول لك، انا لسه جايب برضه لنفسي، لسه جايب مرسيدس. اوكي. تمام. انا يعني هنا من جنب، من على راس الدهشور من هنا، قبل ما يعني ما خليتهاش تمشي على الارض، فعلا حطيتها على الونش وجبتها عندي هنا، اتعملت فيلم حمايه. ما احنا عارفين اصل بيبقى عليها ايوه ايوه. ده حقيقي. نشان الفيلم، بص، الفيلم بقى حاجه اساسيه في العربيه. صح. انت فاهمني؟ بس طبعا احنا الحمد لله بفضل الله، احنا طبعا شغلنا طبعا 50 سنه خبره. ده حقيقي. الحمد لله. وبتشتغل بايدك كمان. وحته ان انا بشتغل بايدي كمان، فبحافظ على جوده الفيلم عندنا، بحافظ على العميل كمان. يعني انت فاهمني؟ انا عارف عندكم خدمه بعد البيع. طبعا خدمه ما بعد البيع دي عندي قويه جدا الحمد لله. اي حاجه بتتغير ببلاش، حتى لو غلط من العميل، يعني لا قدر الله حاجه اتخربشت، حاجه اتحكت، لا انا بغيرها على حساب المكان. رهيبة. الخدمه دي عندي الحمد لله مميزه مع العميل. ده اللي بيفرق لما يكون بقالك فتره وليك قوتك في السوق. اكيد ده حقيقي. عندك المقدره ان انت تعمل اللي انت عايزه. وانا بشوف، عشان انا راجل في السوق وعارف اللي انا لما بخدم العميل بيخدمني. يعني النهارده مثلا انا خدمت عميل وعملت له حاجه بره الفكر بتاعه، انا عارف ان المقابل بدل ما يجيب لي عربيه يجيب لي 10 عربيات. لا اصل دي مش حاجه هينه، لانه بتحصل كتير جدا ان فيلم يتخدش. ده حقيقي. وتبقى عايز مثلا تغير الباب. انا من نوع الناس اللي هو ايه، لما بيشوف حاجه مش مظبوطه بيفضل يفرك لغايه لما يغير. ده حقيقي. بس انا عارف الفركه دي مكلفه، لكن لو انت بتقولي هغير كده، لا طبعا ده اعجاز يعني جامده جدا. ده حقيقي. الحمد لله. حبيبي ماجد، حبيبي احنا اتشرفنا بيك. انا اتشرفت حبيبي الله يخليك. تسلم.